تعالي كده بسرعة هقولك تعملي ترميم لشعرك بمكون دايما بيبقى عندنا في البيت، وسعرها بسيط جدا، هيخلي شعرك ناعم طري جدا في لمعة. مش قادرة اقولك على جماله. مش هتحتاجي حاجات كتير ولا حاجة مكلفة خالص. كل اللي انا محتاجاه منك، عايزة علبة زبادي. لو انت شعرك اطول يعني طويل خدي علبتين زبادي، بس علبة الزبادي لو انت مثلا شعرك لغاية كتفك. لو انت شعرك اطول حطي علبتين زبادي. وعايزين زيت جوز الهند، انا هنا مستخدمه زيت جوز الهند النرجلي اللي هو العلبه الصفيح، عندك اي نوع زيت جوز هند زي ما انت عايزه. خدت حوالي قد ايه، معلقتين كبار. معلقتين كبار من زيت جوز الهند. جمال زيت جوز الهند اصلا مش قادره ابصه، فوائده كتير قوي للشعر وحلو جدا للقشره ولترطيب الشعر ولمعانه. بصي ممكن تعملي اصلا زيت جوز الهند ده لوحده حمام زيت. بس هنا انا عامله ترميم لشعري عشان الفتره اللي جايه جو هيشد معانا، وكمان هيبقى رطوبه عاليه وشعرك هيبقى هايش والتقصف والكلام ده كله، فانا بعيد عن كل ده. فانا بعمل الوصفه دي كل قد ايه، كل 10 ايام. بعمل ايه، باخد علبه الزبادي، يا اما تحطي عليها زيت زيتون يا اما تحطي عليها زيت جوز الهند. انا هنا حطيت عليها زيت جوز الهند وحطيت زيت الجوجوبا. خدت معلقتين من زيت جوز الهند وخدت غطا واحد بس من زيت الجوجوبا، كل ده على علبة الزبادي. يبقى أنا حطيت إيه هنا في الوصفة بتاعتي، علبة زبادي. لو شعري أطول أحط علبتين، وحطيت زيت جوز الهند وحطيت زيت الجوجوبا. قلبت كل المكونات مع بعضها كويس جدا، هفضل ان انا اقلبها كويس جدا عشان كل المكونات تدخل مع بعضها كده وتعمل لك ترميم لشعرك. بصي انت هتشوفي النتيجة وهتدعي لي. هتبدأي ان انت تفردي شعرك وتقسميه 4 ارباع، وتبدأي ان انت تفرديه بأي فرشة عندك. زي لو انت عندك زي فرشة الصبغة دي ابدأي وزعي بيها، لو انت هتقدري ان انت توزعي بايديكي وزعي، بس شبعي الشعر كويس بالوصفة بتاعتك. بصي هينعملك شعرك جدا، هيرطبهولك جدا. التقصيف انسي التقصيف بقى. لو عندك كبسولات فيتامين ه حطي منها كبسولة واحدة، هتفرق جدا جدا في شعرك. بس انا ما كانش عندي، كانت خلصانه عندي وما كنتش لاقياها، وانا كنت عايزه اعمل الوصفه دي لان ايه، دايما كده الحق شعري بالوصفات الطبيعيه عشان خاطر شعري ما يبقاش مقصف ولا شعري يبقى هايش ولا الكلام ده. هي علبة زبادي ومعاها زيت جوز الهند ومعاها زيت الجوجوبا. وزي ما قلت لك ان انت هتفرقي الشعر يعني تقسميه 4 ارباع، وبعد كده تبدأي ان انت توزعي الوصفة بتاعتك وتشبعي الشعراية بيه، وبالذات الاطراف توزعي عليها كويس جدا. طب هسيبه قد ايه، سيبيه ساعتين على شعرك، وبعد كده تغسليه بالشامبو اللي انت بتستخدميه، واعملي بقى حمام كريم، وشوفي جمال شعرك ولفيه طاقية وشوفي الجمال. تعمليه كل 10 ايام بس مش اكتر، وهتشوفي نتيجة تانية. وحتى الفترة اللي جاية عشان الحرارة لما تعلى شعرك مش هيتأثر ولا هيحصل له أي حاجة لو انتي عملتي الوصفة دي زي ما قلتلك كل 10 أيام. ممكن تحطي زيت بدل زيت جوز الهند زيت الزيتون. لو انتي مش عندك زيت جوز الهند، عايزة تستخدمي زيت جوز الهند أي نوع تفضليه، بس يكون الأصلي أفضل يعني عشان يديكي نتيجة حلوة.